الناس ديال الحكومه خصهم يستقلوا، خصهم يحطوا الاستقاله ديالهم ملي يشوفوا صاحب الجلاله كيخاطبهم بالجديه. البرلمانيين خصهم يستقلوا، يحطوا الاستقاله ديالهم. وتيقول لك بلادنا مزيان، هادو اللي تيقارنوا، هادو اللي عاشين ليه وتيجوا ليه تيقول لك بلادنا مزيانه. ولكن راه خصنا نحافظوا على هاد بلادنا مزيانه، ونحافظوا على الكرامه ديال ديك الانسان اللي كيصرخ تصرخه وتيقول لك انا بغيت نخوي هاد البلاد. لحد الان مازال ما كنشوفش الرؤيه الواضحه ديال مليون منصب شغل. فين هي المليون؟ فين هي؟ ما كنحش بها. واخا تعطيني الحكومه ارقام ما كنحش بها في الواقع، ما كنحش بالناس خدامين وعايشين، الناس كلهم مأزمين، والاكثريه خدامين بواحد المبلغ ضئيل جدا. دابا على من تنضحكوا وتقول لي 3000 درهم؟ واش غادي يعيش بها الانسان اليوم دابا 3000 درهم؟ شكون اللي غادي يقدر يعيش ب 3000 درهم؟ واش حنا الادمغه ديالنا نخليهم يمشيو على برا؟ واش عباد الله الناس الادمغه ديالنا اللي غيفكرونا يجيبوا لنا استراتيجيه اقتصاديه مهمه جدا اجتماعيه انسانيه اللي نخدم بها المواطن يبداو يمشيو لنا يخرجوا لنا مع برا؟ علاش ما نديروش هذا المنتخب المغربي اللي جبناه ونجح في كاس العالم؟ علاش ما نجيبوش منتخب في الاقتصاد؟ علاش ما نجيبوش منتخب في السياسه؟ علاش ما نجيبوش منتخب في علم الاجتماع، في الماليه، في القانون؟ علاش ما نجيبوهمش هما مكونين ناضين ويعطيونا هذا النجاح اللي عطانا هذا المنتخب؟ هاجر وافتح نوافذ الحياه لابنائك، اما الوطن فحيثما كانت كرامتك فتمت وطنك. طبعا اثرت فيا هاجر وافتح نوافذ الحياه لابنائك، يعني تيقول لك خوي البلاد واعطي الحياه لوليداتك، يعني وليداتك اللي معاك في البلاد ميتين. اما الوطن ولا بقيتي تدعي وتقول الوطن لا ما نسمحش في بلادي والوطن، فحيثما كانت كرامتك، يعني اذا مشيتي لشي بلاد اجنبي ولقيتي كرامتك مصانه فهذاك هو وطنك. بقدر ما انا يعني كنفهم ونحس بهذا المواطن وبالازمه اللي كيعيش باش يوصل انه يقول نهاجر ونعطي الحياه لولادي، يعني انني هنا فين عايش في بلادي ما كايناش الحياه، ولادي ميتين عايشين هما ميتين. واما الكرامه فما تدعيش بان الكرامه هي في وطنك، فالكرامه اينما توجد فثمه وطنك. يعني هنا عايشه السيد ولاده ميتين هو عايش في بلاده دون كرامه، فهذه تيقول بان هذه ماشي بلاده. اذن انا في حيره ما بين الاحساس ديالي بهاد الشخص اللي كيدير هاد الصرخه، لان هذه صرخه، وبين انه الانسان يتنازل بهاد الدرجه وبهاد السهوله على الوطن ديالو. فالوطن ماشي من الضروره يعطيني باش نكون تنحبو. الوطن ما عندوش خوه. وانا لا اؤمن بجنسيتين، حتى ولو انسان تكون عنده جنسيه ثانيه هو مفر، فهو ملاذ، وليس بايمان بوطن اخر، ولكن يتقلب على المستقبل ديال وليداته هذوك اللي كيطلبوا الجنسيه حيت ما مامنينش ببلادهم. الوطن ماشي لازم يعطيك باش تعطيه، الحب ديال الوطن خصو يكون بدون شروط. القوميه اللي كتجري في عروق ديالك، ديال الارض ديالك، ديال الوطن ديالك، ديال البلاد ديالك، ما خصهاش تشرط عليها، ما تشرط عليها حتى شي حاجه. وما نحملوش الوطن ما لا طاقه له به، ولكن نحملوا المسؤولين هما اللي نحملوهم المسؤوليه، ماشي الوطن، ماشي البلد. البلد ما دير حتى شي حاجه، والبلاد تتبقى بلادنا كلنا. والمغربي مهما بعد على المغرب فهو تيحمل المغرب في قلبه، ولو يكون في استراليا فالمغرب تيبقى في قلبه، تيبقى دائما الحنين للبلاد ديالو والوطن ديالو والرايه ديالو ولدينه. ولكن بقى دابا غير في الوطن وكيبغي المواطن المغربي وتيحن عليه وتيتضامن عليه وتيرفق عليه. ملي تيلقاه في ذاك البلد الاجنبي كيلقاه مغربي كيحن عليه وكيمد له يديه ويد المساعده. وملي كيشم ريحه المغرب القلب ديالو كيتقبط، يشوف الرايه المغرب كيتقبط الرايه. ولو يوصل لهذا الغضب اللي قال هذا الانسان ان ولادو ميتين داخل البلاد كيقلب على الحياه على برا، وانه لا كرامه له في بلده ولكن الكرامه في البلد الذي سيستقبله. ولو كيقول هذا الكلام انا متاكد ان القلب ديالو كينبض بهذاك العالم المغربي اللي فيه
النجمة الخضراء ب5 أركانها. لكن الرسالة اللي خصها توصل للمسؤولين. كيف لمسؤول، ومن نتكلم راه ما كنضغط على شي حد، كنتكلم مباشرة مع الحكومة، لأن باش ما يقولوا شو الملك لا يسير، الملك يحتكم إليه، يتدخل في المشاريع الاستراتيجية والأساسية والمهمة واللي كيبغيها تنجح، كيوقف عليها وكياخذ المبادرة فيها اللي هي حساسة واللي خصها تنجح. ولحسن الحظ أنه كيدخل بعض المشاريع الحساسة باش تنجح وباش تمشي إلى آخر المرحلة ديالها حتى كتنفذ. ولكن تنتوجهنا للمسؤولين اللي عندهم التنفيذ ديال السياسات العمومية، ديال السياسة الاقتصادية، ديال السياسات الاجتماعية، هما اللي كنتوجه لهم. واخر دليل على ما اقول بان الحكومه هي اللي مسؤوله على هذه التدوينه وعلى هذه الصرخه ديال هذا المواطن، هو اخر خطاب ملكي تيتكلم على الجديه. الناس ديال الحكومه خصهم يستقلوا، خصهم يحطوا الاستقاله ديالهم ملي يشوفوا صاحب الجلاله كيخاطبهم بالجديه. البرلمانيين خصهم يستقلوا، يحطوا الاستقاله ديالهم. ما تنقبلش كيفاش كيرضاو مسؤولين انهم يتوجهوا ونثير الانتباه ديالهم للجديه، ونقول لهم ناقصنا الجديه في المسؤولين. ما معنى هذا ملي كنوصل لواحد المسؤوليه قداش في برلمان، في مؤسسات تشريعيه، في مؤسسات دستوريه، في حكومه، وزراء، وعاد نبقى انا نقول لهم راه ناقصكم الجديه؟ ما معنى هذا؟ ما معنى هذا؟ وانهم مخاكك وتيكملوا كيحنيوا راسهم يكملوا الخدمه كأن شيئا لم يكن. راه خصهم يبكيو على هذا المستوى اللي وصلنا له، خصهم يبكيو على هذا المستوى ويتألموا على هذا المواطن اللي كيصرخ بحال هذه الصرخه هذه. كان المندوب السامي التخطيط تيقول بان هاد التضخم غادي يستمر، ما كناش كنثيقوا، تنقولوا هذه مساله فائته مؤقته، شهر شهرين الغلاء غادي يرجع الاثمنه العاديه. ما رجعش الاثمنه العاديه، ما رجعش الاثمنه العاديه، ومازال هذا الشيء غادي يعني في ارتفاع، يعني الوضعيه مازال كتأزم، ومازال المواطن مازال ما وصلوش الحقوق ديالو، مازال ما وصلوش. واخا تقول لي كنديروا مشاريع كبيره وبنيه تحتيه خدامين، ولكن راه المواطن ما وصلوا حتى شي حاجه. اذا راه خصنا ادمغه، خصنا الناس اللي كيخموا. عيب الله اللي كنشوف شي مستوى ديال شي مسؤولين كيفاش تيتكلموا وكيفاش كيهبطوا لتحت وبداو يتجاوبوا مع هذا ويتعاطاو مع هذا ويرد على هذا. واش حنا عندنا وقت نردوا على هذا؟ وهذا قال وهذا قال، وبقى هذا تيعاير هذا وهذا واش هذا مستوى ديال الشيء؟ هذا المستوى ديال البلاد، نسير البلاد. ف هاد الصرخه هذه خصها توصل للمسؤولين ويعرفوا بانه الناس رجع عندهم هذا الاحساس ديال الانتماء، احساس بالحلم، الانتماء لبلدان اخرى اللي غادي يلقاو الكرامه. ولو تنقول لهم انا راكم غالطين ماشي على الازمه اللي كتعيشوا، لا، الازمه اللي كتعيشوا راه هي اللي هضراتكم، وكل شيء حاس بالازمه. انا متاكد من حتى المسؤولين حاسين بالازمه، ولكن عاطينا بالظهر، عارفين المواطن شنو تيعيش. ولكن تنقول انه غلط انه تيظن بان الكرامه غيلقاها في بلاد اخرى. يا ريت الناس اللي على برا يتقاسموا معنا المعاناه اللي كيعانيو ديال التمييز وديال الحقره وديال التقليل والتنقيص من الشأن ديالهم، فقط لانه عربي، او فقط لانه مسلم، او فقط لانه امازيغي، او فقط لانه ليس بالاوروبي الاصل. ويقولوا لنا المعاناه ديالهم. يقول لك تقلب على الكرامه، يمكن تمشي لبلدان اجنبيه تلقى بعض الحقوق كاينه، تلقى تغطيه اجتماعيه كاينه، ولكن راه ما كاينش ما احسن من انك تعيش في بلادك. راه تيقول لك ما عرف قطران بلادي ولا عسل بلد اجنبي. يعني الله يرحمك الحسن الثاني كان تيقول لك الارض اللي كتزطم على التراب برجليك بالحفا كتطلع معك الريحه ديال بلادك. وهادو المواطنين اللي كيكونوا على برا كلهم كيعيشوها، يا كيحتجوا على الشركه ديال النقل الجويه ديالنا، كيحتجوا على بزاف الامور، وبمجرد ما كيوصلوا الطياره المغربيه غير كيطلعوا كيشموا ريحه البلاد وكيرتاحوا وكيدخلوا وكيتصدموا في بزاف ديال الامور. واخا هكاك فرحانين ببلادهم وتيقول لك بلادنا مزيان. هادو اللي تيقارنوا، هادو اللي عايشين ليه وتيجوا تيقول لك بلادنا مزيانه. ولكن راه خصنا نحافظوا على هاد بلادنا مزيانه، ونحافظوا على الكرامه ديال ديك الانسان اللي كيصرخ هاد الصرخه وتيقول لك انا بغيت نخوي هاد البلاد.
ان هذا الانسان ملي كتقول له انا كندير ترامواي وكندير الميناء وكندير المطارات وكندير محطات القطار قداش والقطار فائق السرعه هذا الشيء مزيان، ولكن راه الا ما هبطناش لعند المواطن وعالجنا المشاكل ديالو اللي كيعيش اللي هي بسيطه جدا، اللي هي السكن، هذا الشيء عرفتي هاد الكاسيطه تحفات واللي كيزيد يكمل علينا واخا نذكر بهذه الحقوق اللي هي السكن، اللي هي التعليم خصو يكون مساوي متساوي، راه في الخاص ولا في العام ولا في الباديه ولا في المدينه. حنا عندنا درجات ديال التعليم، درجات ديال مواطن درجه اولى، مواطن درجه سابعه، ما بقاش ثانيه وثالثه ورابعه، سابعه. الغني يزداد غنى والفقير يزداد فقرا. ما يمكنش نكملوا بهذه الطريقه هذه. راه خص لازم تكون الوسطيه ونحاولوا نقربوا ما بين الخاص وما بين العام، ما بين الباديه وما بين المدينه. اذن التعليم، السكن، العمل والصحه. لحد الان مازال ما كنشوفش الرؤيه الواضحه ديال مليون منصب شغل. فين هي المليون؟ فين هي؟ ما كنحش بها. واخا تعطيني الحكومه ارقام ما كنحش بها في الواقع، ما كنحش بالناس خدامين وعايشين، الناس كلهم مأزمين، والاكثريه خدامين بواحد المبلغ ضئيل جدا. دابا على من تنضحكوا وتقولي 3000 درهم واش غادي يعيش بها الانسان اليوم؟ دابا 3000 درهم شكون اللي غادي يقدر يعيش ب 3000 درهم؟ يمكن الا كان عزري بوحدو يقدر يعيش ب 3000 درهم، ولكن اللي بغى يستقر واللي بغى يتزوج ويدير وليدات ويقريهم كي غيدير يعيش ب 3000 درهم؟ والصحه عاوتاني هذا المشروع اللي كنحلموا به واللي مهم، حتى هو الرؤيه ديالو غير واضحه. الرؤيه غير واضحه، الناس ما فاهمينش، ما عارفينش واش غيستافد، وكتراكم عليهم الاداءات اللي خصهم يأديو وما عندوش باش يأدي. انسان عنده ذوي الاحتياجات الخاصه عايش بوحدو في دار، ما عنده لا باه لا مو لا حتى شي حاجه، وجالس في واحد الدار وما عندوش دخل، ما عنده كرا، ما عنده حتى شي حاجه، جالس في دار ورث على باه. تيقولوا له خصك تخلص. كيفاش دابا؟ شرحي لي المنطق ديال هذه. ما عندوش دخل، منين يخلص؟ حيت المؤشر ديالو جا مرتفع. اذن هاد الدراسات واش حنا الادمغه ديالنا نخليهم يمشيو على برا؟ واش عباد الله الناس الادمغه ديالنا اللي غيفكرونا ويجيبوا لنا استراتيجيه اقتصاديه مهمه جدا اجتماعيه انسانيه اللي نخدم بها المواطن يبداو يمشيو لنا يخرجوا لنا مع برا؟ علاش ما نديروش هذا المنتخب المغربي اللي جبناه ونجح في كاس العالم؟ علاش ما نجيبوش منتخب في الاقتصاد؟ علاش ما نجيبوش منتخب في السياسه؟ علاش ما نجيبوش منتخب في علم الاجتماع، في الماليه، في القانون؟ علاش ما نجيبوهم حتى هما؟ يعني مكونين ناضين ويعطيونا هذا النجاح اللي عطانا هذا المنتخب.